من هو أدم كوليبالي؟ هو جناح مالي شاب يبلغ من العمر 19 سنة، انضم إلى الهلال السوداني في صيف سنة 2024. عقده مع الهلال يمتد حتى شهر جوان سنة 2029. سجل هدفا في دوري أبطال إفريقيا خلال موسم 2024-2025 ضد فريق يانغ أفريكانز. شارك في 8 مباريات مع الهلال هذا الموسم. تفاصيل المفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي: تقدم بعرض رسمي تتراوح قيمته بين 650 ألف دولار و850 ألف دولار. حسب مصادر مطلعة، فقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، وينتظر فقط الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. الخلاصة: عمر اللاعب 19 سنة، مدة عقده مع الهلال إلى حدود سنة 2029. قيمة الصفقة بين 650 ألف دولار و850 ألف دولار. عدد المباريات هذا الموسم 8 مباريات. عدد الأهداف في دوري الأبطال هدف واحد. الترجي الرياضي التونسي يقترب من ضم موهبة جديدة واعدة. الجناح المالي أدم كوليبالي لاعب لا يتجاوز عمره 19 عاما، خطف الأضواء في دوري أبطال إفريقيا بقميص الهلال السوداني. اللاعب سجل هدفا حاسما وشارك في 8 مباريات هذا الموسم، وأظهر مؤهلات كبيرة جعلت من الترجي يتحرك بسرعة لضمه. مصادر موثوقة تؤكد أن إدارة المكشخة قدمت عرضا رسميا تتراوح قيمته بين 650 ألف دولار و850 ألف دولار في صفقة قد تكون من العيار الثقيل إن تمت. من جهة أخرى، وفي سياق متصل بالميركاتو، كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن اقتراب اللاعب الدولي التونسي عيسى العيدوني من العودة إلى تونس عبر بوابة الترجي الرياضي التونسي. فهل فعلا هناك مفاوضات؟ وهل اللاعب في طريقه لغول إفريقيا؟ خلينا نوضح الأمور بدقة. عيسى العيدوني لاعب خط وسط، وقع في صيف 2024 مع نادي الوكرة القطري في عقد يمتد حتى صيف 2028 قادما من يونيون برلين الألماني. قيمة الصفقة كانت محترمة جدا، قدرت بأكثر من 4 ملايين دولار، مما يجعل خروجه من الفريق في أقل من سنة أمرا غير بسيط. المصادر الرسمية من داخل نادي الوكرة نفت وجود أي عرض رسمي من الترجي، ونفت كذلك وجود مفاوضات مباشرة مع اللاعب أو وكيله. الوكرة أكد أن العيدوني لا يزال في تحضيرات الموسم الجديد مع الفريق، وأن أي تغيير في وضعيته مرتبط فقط بقرار المدرب الجديد. حتى الآن كل ما يتداول من أخبار يدخل ضمن الإشاعات لا أكثر، ورغم ذلك اسم العيدوني يبقى على رادار الترجي، وقد يتحرك الفريق إذا ما قرر الوكرة التخلي عنه، سواء بالإعارة أو ببيع نهائي. الخلاصة أن عيسى العيدوني ما زال مرتبطا بناديه القطري بعقد ساري، ولا توجد مفاوضات رسمية أو صفقة قريبة من الحسم مع الترجي. برأيك، هل يستطيع الترجي حسم هذه الصفقة في قادم الأيام؟ وهل ترى أن العيدوني قادر على تقديم الإضافة في وسط ميدان المكشخة؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من أخبار الترجي والميركاتو الصيفي.